السلام عليكم الدراري الدريات، كنتمنى انكم تكونوا بخير. وبلا ما نطول عليكم ندخلوا في الموضوع دياليك. بوعو في الثقافه المغربيه هو واحد الكائن اسطوري او واحد القوه خارقه كيستخدموها الوالدين باش يخلعوا ولادهم الا ما بغاوش يديروا شي حاجه، او الا بغاوهم يديروا شي حاجه، او الا بغاو يخوفوهم من شي حاجه. في الغرب مثلا الوالدين منين كيشوفوا ولدهم صغير كيلعب حدا شي حيوان او حدا شي حشره كيجيو عنده كيهزوه وكيفهموه بلي انه ما خاصوش يلعب حدا هذا الحيوان هذا ولا حدا هذه الحشره، حيتاش غادي يأذيه. وكيشرحوا ليه هذا الحيوان عباره عن اشنو، واش بقره او حمار او عقرب او اش ما بغى يكون. في المغرب لا، خاص غير والديك يشوفوك كتلعب حدا شي حيوان او حدا شي حشره كيجيو كيجريو كيهزوك وما كيقولوش لك علاش، وكيقولوا لك بوعو. يكون هذاك الكائن اش ما بغى يكون بوعو. اصلا الطفل المغربي منين كيكون صغير كيحسب لي اي حاجه كتمشى فوق الكره الارضيه من غير بنادم بوعو. وبوعو كيستخدموا دوك العيالات اللي ما كيكونوش كيحملوا الرجال ديالهم، فكتخلي راجلها حتى كيخرج وكتقول لولدها قول ماما، وكتجبد ليه التصويره ديال با وكتقول ليه بوعو. وبوعو كيستخدموه شي والدين منين كيبغيو ينعسوا في الليله ديال الخميس ولكن ولدهم ما كيبغيش ينعس، فكيطلع لهم هما الدم وكيقولوا ليه نعس ولا غادي نعيطوا لك على بوعو. وبعض المرات الاب كيتحول لبوعو في ديك الليله وكينعس الدري على بكيه. كاين بزاف ديال الاساطير وبزاف ديال الخبير على شكون هو بوعو او شكون هي الشخصيه ديال بوعو، ولكن داكشي كامل غاد خربيق. ولكن التخربيق اللي قريبه شويه للواقع هو انه شحال هذا كان واحد الفقيه سميتو سيدي بوعثمان. هاد سيدي بوعثمان كان فقيه شديد، ماشي شديد زعما لا سلفتيه الفلوس غادي يردهم ليك، لا، شديد يعني معروف بالشده ديالو، اي انك الا جيتي تقرا القران في الجامع فراك غادي تقرا القران صحه. وكان معروف على هاد سيدي بوعثمان انه ما كانش كيتهلا في الحاله ديالو، لدرجه ان التلاميذ اللي كانوا كيقراو عنده القران ولاو كيخافوا منه بزاف. والوالدين ديالهم استغلوا هاد القضيه هادي، دير هادي ولا غادي نعيط لك على بوعثمان، ما ديرش هادي ولا غادي نعيط لك على بوعثمان. ومع الوقت وصلتنا حنا على شكل بوعو. ما كاينش في المغاربه اللي ما كيعرفش عمي الغول. جميع المغاربه منين كانوا صغار كانوا والديهم كيخلعوهم بعمي الغول. كول ولا غنعيط لك على عمي الغول، ما تمشيش لديك البلاصه ولا غادي نعيط لك على عمي الغول، ما تمشيش لدار عمك راه عندهم الغول. من بعد منين كتكبر كتكتشف باللي راه عمك هو الغول. ولا جيتي تفكر في هذه القضيه غادي تطرح على راسك واحد السؤال، وهو علاش النهار الاول هذاك اللي خرج هاد الخرافه ديال عمي الغول ما قالش با الغول او خالي الغول او جدي الغول او خويا الغول؟ علاش بالضبط عمي الغول؟ سؤال يستحق ان يوضع على طاولة النقاش. اكتب لنا رأيك في التعليقات. عمي الغول كيلعب نفس الدور ديال بوعو، بجوج كيخلعوا بهم الدراري الصغار، غير عمي الغول زيد نغزه واحد شويه، اللي هي انه كانوا كيصوروه لينا على اساس انه واحد الوحش اللي كياكل الدراري الصغار او لا كياكل لهم الاعضاء ديالهم، لدرجه انه منين كنا صغار وكنبغوا نعسو كنتغطاو الا رجلينا خرجوا غير واحد شويه تحت المنطقه كنجروهم بالزربه حيتاش خايفين من عمي الغول اللي ياكلهم لينا. انا منين كنت صغير كان كيخلعني شي حاجه سميتها عمي الغول، لدرجه انه حتى كبرت وكبر معايا داك الهاجس ديال انه راه بصح كاين شي كائن اللي سميتو عمي الغول، ولكن عمرني ما تخيلته في دماغي كيفاش غادي يكون الشكل ديالو. حتى لواحد الليله اللي تفرجت فيها في الحلقه ديال رمانه وبرطال، فاش بنت الشيخ غدروها صحاباتها ودفعوها في البير وخرجها الغول وطلعها للجبل. عرفتي فشلتني ديك الحلقه لدرجه انه وليت كنعس كيجيني كمال كاظمي في المنام دوزها عليا. قول لي شكون انت وشنو باغي مني ونسد فمي ونهنيك. انا الغول، اش عمرهم تكلموا لك عليا؟ وعلى خلاف بوعو فالغول ما كاينش غير في الثقافه المغربيه صافي، بالعكس فراه تقريبا جميع البلدان والحضارات عندهم الغول في الاساطير الشعبيه ديالهم، غير هو كل بلد وكيفاش كيصور الغول في الثقافه ديالو. وعندنا احنا في الاسلام واحد الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان. والغيلان هو الجمع ديال الغول، والغول هو واحد النوع ديال الجن. كنستافدوا من هادشي ان الغول كاين بصح، ولكن ماشي هو كمال كاظمي او دوك الشخصيات اللي كنشوفوا في الافلام والمسلسلات الاجنبيه، واحد عنده قرون وعين وحده وهاز فاس وساكن في الغابه. داكشي تخربيق، حيت نهار غادي تشوف الغول بالصفه ديالو الحقيقيه ما غاديش تقدر تمشي حتى للطواليت وغادي تقضي الغراض اتما في بلاصتك. وحتى هنا الخوت غادي يكون سال الفيديو ديالنا. الا عجبكم هادشي ما تنساوش تضربونا بواحد لايك وتابوناو في لاشين باش يوصلكم الفيديو الجاي. الله يعاونكم.